سابقة في التاريخ. الحكم على وزير المالية القطري الأسبق بالسجن 20 عاما وغرامة 16.7 مليار دولار. أصدرت محكمة جنايات في قطر حكما بالسجن 20 عاما على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وقال المصدر نفسه نقلا عن وثيقة تلخص الحكم إن المحكمة الابتدائية قضت بدفع العمادي غرامة تزيد على 61 مليار ريال قطري 16.7 مليار دولار، أي ما يعادل 409 مليار ريال، أي ضعف مبلغ المخالفة. الأموال التي قام بغسلها وغرامات إضافية تتجاوز 21 مليار ريال. وظل الشيخ نواف شقيق رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني حتى عام 2028 رئيسا لشركة كتارا للضيافة الذراع الفندقية لجهاز قطر للاستثمار، والتي تمتلك فندق سافوي في لندن وبلازا في نيويورك وقامت بتطويره. مشروع فندق أبراج كتارا في قطر بقيمة 600 مليون دولار